اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير. اعلامنا الرياضي اعور يا سادة، والدليل البارح بعد تعادل الزمالك. الزمالك اللي بيعايرنا ان احنا تعادلنا من باتشوكا. تمام. مش عارف يفوز على سيراميكا ولا عارف يفوز البارح على طلائع الجيش، بس بيعايرنا احنا ما وصلناش قصاد ريال مدريد. ما علينا، مش موضوعي. يعني كلامي وتحديدا على الشتايم اللي حصلت بعد الماتش البارح. كمية شتايم من الجماهير على اللعيبة، ومش أي شتايم. مش يا شناوي يلا غور خد كهربا وغور ولا الكلام ده، لا ده شتايم. شتايم سب وقذف. شتايم بيتهموا امهاتهم بافظع الشتايم، وبيقول لك احنا اسره واحده. احنا كمشجعين الزمالك رابطه واحده واسره واحده، وما بنهاجمش لاعيبتنا على يدي. دليل كان البارح. مشكلتي بقى مع الاعلام، مع كابتن هيما. ايه يا كابتن هيما، مش واخد بالك؟ ايه ما شفتش اللي حصل؟ طب ما سمعتش؟ بلاش الشوف. ما سمعتش الشتايم. ما سمعتش اللي في المقصوره الفي اي بي قصاد المسؤولين بيشتموا اللعيبه باسود الشتايم؟ طب ما خدتش بالك وهم طالعين بيشتموا الحكم طارق؟ كابتن طارق ابن أنق المجدي، ما سمعتوش هم بيشتموه وبيشتموا معاه الاهلي تاني، وبيقولوا انك ظلمتنا وبيدعوا عليه وبيشتموه باسود الشتايم؟ ما شفتش؟ طب ما حدش قالك من الاعداد؟ طب باقي الاعلاميين؟ طب ما حدش قالك على كابتن شيكابالا اللي هو طالع بيقول لهم؟ يعني كابتن خليها شيكابالا اللي طالع يقول لهم انتوا ليه ما بتزعقوش زي ما بيزعقوا هناك؟ زي ما اخدتش بالك قبل كده من زيزو لما كان بيقول لهم ما بيلزموش ليه على الحكام، ده بيجيب نتيجه. وهم واخدين على كده ضغط على الحكام. ما خدتش بالك؟ ولما ترجع من الفاصل اول حاجه تتكلم عليها امام عاشور تاني، وتاخد راي الضيف. ايه رايك في اللي حصل؟ ايه يا جماعه؟ ايه انتوا عمي القلب والبصيره والعين وكل حاجه. يعني بجد ما شفتش كده. ده في عندهم حد في العلاقات العامه، مسؤول العلاقات العامه طالع بيقول على اللاعب البولندي اللي هو بن شلاك ولا ميا ما كان اسمه، بيقول لهم ده يجي يكمل معايا احسن في العلاقات العامه. كلنا عارفين انها صفقه اسلحه فاسده، ما علينا. لكن لو مسؤول في الاهلي بيشغل نفس المنصب اللي قال فيه بتاع العلاقات العامه المعلومه ديت، كنت تعدوها. ما كنتوش هتعملوا حوارات وتقولوا الإدارة النادي فيها أزمات وناس من النادي بيتكلموا على اللعيبة، وعملتوا حلقات وضيوف وزوم ومكالمات خارجية وكل حاجة. ولا انتوا مفيش حد بيقدر فيكم يتكلم على الزمالك؟ ليه يا جماعة؟ في حد ماسك لكم الخرزانة في الاستوديو؟ ولا الموضوع ليه علاقة بإيه؟ يعني مش عايزين نخش في حاجات مش حابين نتكلم فيها، بس يا جماعة بجد أقسم بالله عيب. بتناموا ازاي على المخدة بالليل؟ مش مشكلتي ان انتوا بتهاجموا الاهلي، مش موضوعي. ده على مدار السنين اللي فاتت بيحصل. لكن انا مشكلتي على البجاحة. ازاي ده بالنسبة لكم عادي؟ ازاي النهاردة بشوف واقعة معينة بفضل اتكلم وانحت والف وادور واجيب ضيوف واعمل واخلي، يشاء القدر انها تحصل تاني من الفرقة المنافسة، محدش يتكلم. كأنكم ما شفتوش حاجة. ده جمهور الزمالك لسه متوقع عليه عقوبات و200 ألف جنيه، وعلى أساس إن الزمالك دفيع يعني. مش الزمالك عليه ديون لوحدها يعني تبني كرة. تمام. لكن هيتعاقب تاني وغرامة تاني برضه. هو أصلا ما بيدفعش. بس محدش بيتكلم. الإعلام عيب يا جماعة، عيب يا جماعة. أما بخصوص بقى إعلاميين قنوات الزمالك، الله يبارك لهم الكابتن أو الأستاذ مينا اللي كان بيقول لك احنا اسره واحده وما بنهاجمش لاعيبتنا. الدليل كان البارح يا ريس. راجع بس راجع، ردت في صدرك، نفختك مش قتلتك، لا فجرتك. ما تضربش على صدرك جامد عشان ما يوجعكش، بس لان يعني 24 ساعه وكان الرد. لعيبه الاهلي لما او جماهير الاهلي لما هاجموا اللعيبه، ما حدش قالوا يا ابن الله ولا الكلام ده كله. ده يا شناوي ما تعيش الدور، خد كهربا ويلا غور. ده كان اخرهم يعني. كان اخير وما شفناش احنا كلام قد كده. لكن يعني الاعلام الرياضي المصري يا جماعه محتاج، والله العظيم محتاج اباده. لان اللي بيحصل ده ما شفناهوش بالفجاجه ديت قبل كده، ولا هيتشاف بعد كده. ما في... لو لفيت مهما لفيت مش هتلاقي يعني اللي بيحصل ده. فبصراحه كان لازم اتكلم، وفي اعتذار واجب يعني برضو، عشان ايه؟ نبقى الواحد بيقول اللي ليه واللي عليه. انا البارح قلت كابتن طارق مجدي
كابتن طروقه ابن طارق المجدي هيسهل لهم الدنيا. او يعني ايه، ما تسالش الزمالك هيعمل ايه، لا، قول الزمالك هيفوز كام. لكن بصراحه الزمالك ما ساعدهوش، فما عرفش يعمل حاجه وما ظلمش البنك الاهلي. هي فاولات، حاجات خفافه كده، لكن كظلم باين زي ما اتعودنا في ماتش سموحه لا، ما شفناش. فكان واجب ان انا اطلع واقول خيب ظني، خيب ظني فيه كابتن طارق، براءة المرة دي، براءة المرة دي. لكن خدت الواجب يا باشا، خدت الواجب. يعني كان في جمله بتقول لك من اعان ظالما ذل على يديه. يعني ظبطتهم ماتش سموحه، ما شالولكش ده، ما قالكش كتر خيرك ما طردتش عمر جابر. لا، وانت طالع خدت اللي فيه النصيب، خدت اللي فيه النصيب. شتيمه كفيله تدخلك الجنه، يعني الشتائم اللي شتمتها امبارح تدخلك الجنه كده. فربنا يسترها يا جماعه الاعلام الرياضي. ويا كابتن كابتن هيما راجع نفسك. وطبعا يعني كلامي على كابتن هيما تحديدا علشان ده اكتر واحد وجهت له كلام في الفيديو اللي فات. لكن طبعا الباقيين ما فرقوش كتير، ما فرقوش كتير. لكن اتمنى يكون في اعلامي عنده ضمير، بيراعي اكل عيشه، زي ما بيتكلم على الاهلي كده بقلب جامد، يتكلم على الزمالك بنص جمودية القلب. مش بقول بالقلب الجامد، بنص الجمودية، بنص العنفوان والنشاط اللي بيتكلم فيه على جمهور الاهلي. لكن للاسف ما يقدروش، ما يقدروش. ليه؟ ستبدي لك الايام ما كنت تجهله. يعني ده الموضوع باختصار. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. تحياتي ليكم في رعاية الله.